السلام عليكم شيرات، كي راكم؟ ان شاء الله قاع تكونوا معايا وانتم تشوفوا في الفيديو تاعنا اليوم، ومرحبا بكم في قناتي. اليوم مشيت نشارك معكم وصفة الشربات اللي معتمدتها وعندي سنين وانا معتمدتها، جامي بدلتها وجامي نبدلها تاني. وصفة تجيكم بزاف بنينه وتقطع لكم كمية كبيرة، ومام تاني وصفة طبيعية بدون مواد حافظة. اول حاجة ديروا لنا لايك للفيديو، اللي ما يجرى ابوني كلك ديري ابوني فعل الجرس هكا باش يوصلك كل جديد، ونروحوا للوصفة وطريقة التحضير نتاعها. اول حاجه هنا في ريسيبيون كنت درت كاس قل شويه نتاع السكر. بالنسبه للسكر تنجموا ديروا من كاس قل ربع حتى كاس يكون معمر، يعني هذه مساله اذواق. نزيدوا عليهم مبشور 3 حبات نتاع الليم، ونزيدوا عليهم مغرف صغيره لافاني، ونخلطوهم غايه كيما هكا. هنا شيرات ماشي غير تخلطوا، بالعكس سيو تحكوهم مع بعض، يعني دخلوهم في بعضهم بهذه الطريقه. وشوفوا هذاك السكر تاعكم غادي تحسوا بلي ترمل تشمخ وتعسل تاني، وغادي يطلق لكم واحد الريحه بزاف يعبر. نقعدوا نخلطوا فيه كيما هكا حتى تحسوا بلي السكر تاعكم ترمل وتشمخ معاكم. انا كيما راكم تشوفوا الخليط تاعي ترمل، ما نحبس تخلاط. نجيبوا كاس نتاع عصير الليمون. شوفوا انا كنت عصرت 3 حبات نتاع الليم، العصير درت له الداخل وختمت بالمبشور نتاعو الخطره الاولى. نتوما المهم هذيك الليم تاعكم يخرج لكم كاس معمر، سواء 3 حبات ليم ولا حتى 4 حبات، يعني على حساب حجم الليم تاعكم. كاين اللي يجي فيه الماء كيما كاين اللي يجي ناشف. ونخلطوهم هنا غايه في رحبه كيما هكا حتى يتخلطوا لنا مع بعض، وتقريبا يذوب لنا هذاك السكر 50%. بعدها نجيبوا كاس قل ربع نتاع الحليب ونضيفوه على هذاك الخليط ونخلطوهم غايه مع بعض. هنا خاصنا نخلطوهم مليح مع بعض باش من بعد تضمنوا بلي الشربات تاعكم ما راهش رايح ينفصل معكم. هنا انا كنت خلطت غير بالسباتول، كيما تنجموا تخلطوا بالفوية، راهي رايحه تسهل عليكم وتجيكم اسهل وتنقص عليكم التعب. ودربك بعد ما تخلطوا لي غاية في رحبة ضفت عليهم لاغوم ولا عطر الليمون. هذا راه عطر الليمون، تنجموا ديروه كيما تنجموا تستغناو عليه، بصح انا يعجبني ما نكتبش عليكم، يعزز ذوق الليمون ويمد لنا واحد اللون للشربات تاعنا بزاف شباب. يعني هذا راه غير لاغوم تاع الليم، تما ما تخافوه ما والو. نزيدو نخلطوه غايه هكا حتى يتمزجوا لي واللون الشربات نتاعي يولي اصفر كيما راكم تشوفوا. انا نزيد نخلط شويه باش نضيف اخر مكون واللي هو الماء. رانا رايحين نديرو يوطر ونص نتاع الماء، لتر ونصف من الماء نضيفه كيما هكا. واخر حاجه غادي نزيد نخلط الشربات تاعي لاخر مره نخلطها غايه، وهكا الشربات تاعنا تكون واجده. وراكم رايحين تحصلوا على ابان شربات طبيعيه تنجموا ديروها في الدار. وهنا حاجه باينه، خاصنا نصفوا الشربات نتاعنا. انا كنت صفيت الشربات من هذاك مبشور الليمون باش تولي لنا الشربات تاعنا شابه كيما هكا. كنت قدمتها بهذه الطريقه، درت فيها لي كلاصون، شويه تاع لي كلاصون، درت فيها سيترون، درت فيها النعناع. وشوفوا لي الشربات تاعي كي جات شابه وجات تسخف. وبالنسبه للبنه ما عندي ما نحكي لكم، لو كان جربوا هاد الشربات راهي رايحه تولي لكم ادمان. دونك شيرا تجربوا الوصفه وخلوا لي ارائكم في التعليقات. ما تنسوش ديروا لنا لايك للفيديو، اللي ما يقدر ابوني ديري ابوني فعل الجرس هكا باش يوصلك كل جديد. وهذه راسه تاعنا اليوم.